في حاجات كتير بنتعلمها من الحيوانات، مثلا من النمل بنتعلم منه النظام والتفاني في العمل. حاجات كمان بنتعلمها من النحل زي احترام الأدوار وكمان التركيز. أما الجمل فبنتعلم منه الصبر والكفاح. مخلوقات كتير جدا 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 ذكرها ربنا في القرآن الكريم، وكان ليها قصص وحكايات وروايات مع الأنبياء والصالحين، وكانت حجة على الكفر والطغيان والظلم، وكان لينا فيها عبرة وعظة. قصص الحيوان مع أحمد صابر على راديو كامت، محطة على المحطة. ازيكم؟ النهاردة هنكمل حكاياتنا مع المخلوقات اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسانها هي. نبدأ. أنا ملك البحر، أكبر مخلوق ممكن تشوفوه في حياتكم. الإنسان بالنسبة لنا ولا حاجة، سواء في الحجم أو حتى في القوة. إحنا كنا كائنات أرضية بنعيش على البر، وفي مرحلة من المراحل اللي مرت على الأرض اتحولنا لكائنات بحرية علشان نقدر نتكيف مع البيئة. بقينا أنواع كتير، والاسم اللي بيجمعنا كلنا هو اسم الحوت. والاسم ده في اللغة العربية بيتقال على أي سمكة، زي ما سيدنا موسى مثلا كان معاه سمكة في الطريق وهو رايح يقابل الخضر عليهما السلام، وربنا قال نسيا حوتهما، يعني نسيوا السمكة. وباعتباري أشهر حوت خلقه ربنا وكلفه بمهمة عظيمة جدا وبقت خالدة على مر العصور بسبب ذكرها في القرآن، عايز أحكي لكم الحكاية وكل فخر. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا يونس لقرية نينوى، في لغة تانية نينوى، في مدينة الموصل أو الموصل اللي في العراق دلوقتي. كانت القرية دي فيها حوالي 100,000 بس مش مؤمنين بالله، كانوا جميعا بيسخروا من سيدنا يونس. العادة كعادة المشركين في كل زمان ومكان، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه مجنون. سيدنا يونس تحمل أذاهم وصبر عليهم وفضل متمسك بدعوته، لكنهم فضلوا مصممين على عندهم وإصرارهم، فربنا حذرهم وأنذرهم بالعذاب بعد 3 أيام، وأمر سيدنا يونس يبلغهم بهذا التحذير. لما سيدنا يونس بلغهم صمموا برضو على الكفر، وده خلى سيدنا يونس يتضايق جدا وسابهم ومشي، لأنه شاف إنهم هيفضلوا على هذا الكفر وإنه هيحل بيهم العذاب. لما مشي سيدنا يونس فكر أهل نينوى في الموضوع بشكل مختلف، خافوا من عذاب الله وآمنوا بدعوة سيدنا يونس. بس كان سيدنا يونس مشي، قعدوا يدوروا عليه لكن من غير نتيجة. ربنا قبل توبتهم ورفع عنهم العذاب. في الوقت ده كان سيدنا يونس خرج وركب البحر علشان يجاهد في سبيل الله ويدعو الناس تانيين لعبادة الله الواحد الأحد، لكن ده كان استعجال من سيدنا يونس عليه السلام، كان خروجه بدون أمر من الله سبحانه وتعالى. لما ركب سيدنا يونس السفينة وكانت مليانة جدا بالناس والبضايع واتحركت في البحر، بعد ليلة تقريبا بدأ البحر يتخبط وتقوم عاصفة قوية جدا. في الوقت ده كان ظهور حوت قدام أي سفينة شيء مرعب تماما، بس ما كانش من عادتنا إننا نظهر في وقت العواصف. ده وقت كنا بنبقى أقرب لقاع البحر مش لسطحه، خصوصا لو وقت العاصفة ده كان ليل. حاول أهل السفينة يتخلصوا من الحمولة الزايدة اللي على ظهرها، ورغم انهم رموا البضايع اللي كانت معاهم كلها، السفينة برضو كانت لسه هتغرق، فاتفقوا على انهم يرموا بعض الناس. كان عندهم طريقة عجيبة بيعملوا بيها القرعة بينهم وبين بعض، كانوا بيكتبوا اسم كل واحد على خشبة صغيرة زي السهم، ويحطوا الخشب كله في حاجة أشبه بالكوباية كده، ويلفوا السهام دي وبعدين يسحبوا واحدة ويشوفوا الاسم اللي عليها، يبقى هو ده اللي عليه العين. خرج بالفعل اسم سيدنا يونس، بس هم كانوا شايفينه راجل صالح فصعب عليهم وقالوا هنعيد القرعة مرة تانية. سيدنا يونس هنا عرف انه المقصود بعينه، وان القرعة المرة التانية هتيجي بنفس النتيجة. فعلا كانت القرعة بنفس النتيجة. هنا ربنا كان امرني اني اتحرك لسطح البحر، استنى سيدنا يونس لما يرمي نفسه في البحر، بس امر ربنا ليا كان اني التقمه في بطني من غير ما اخدش لحمه ولا اكسر عظمه. ولما نفذت الامر ومشيت بيه في البحر كان بيسمع تسبيحنا وذكرنا لله تعالى،
وكنت بسمع صوته جوايا وهو بيسبح ربنا بالجملة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين ربنا أمرني إني أقذفه على البر، وربنا أنبت عليه شجرة من يقطين، يعني القرع العسلي، علشان يأكل منها، وكمان عشان تشفي آثار العصارة الحمضية اللي أصابته وهو في بطني. وبكده أكون نفذت المهمة اللي ربنا كلفني بيها على أكمل وجه، ويكون سيدنا يونس اتعلم الدرس كويس، إن كل شيء بأمر الله، وإنه ما كانش ينفع حتى يستعجل ويسيب قومه. وعشان كلنا نتعلم الدعوة العظيمة الخالدة اللي دعا بيها سيدنا يونس، واللي ربنا جعلها سبب لفك الكربة عن المكروبين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصدقائي، ابعتوا لأصدقائي تعليقاتكم وآرائكم على صفحتهم على الفيسبوك، واستنوهم، هيكلموكوا عن مخلوقات تانية ليها دور مهم جدا في تاريخ الإنسانية وربنا ذكرها في القرآن. أسيبكم بقى في أمان وطاعة وفي قرب من الله. كنتوا بتسمعوا كلام أيمن مسعود بصوت أحمد صابر في برنامج قصص الحيوان على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع قصص الحيوان مع أحمد صابر على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.